سنة 1996 وناس بتشتغل في التنقيب في واحد سيوة لقوا تمثال غريب جدا. التمثال كان على شكل بني آدم بس ملامحه ناقصة، وكان عليه نقش مكتوب فيه: اللي يطلعني مش هينام تاني. الفريق أخد التمثال وحطوه في المتحف، ومن هنا بدأت الحاجات الغريبة تحصل. الكاميرات رصدت بخار بيطلع من مناخيره كأنه بيتنفس. وفي ليلة من الليالي الحارس سمع همسة ورا ظهره: أمن حتب ما ماتش. بعد كده بكام يوم واحد من الفريق اختفى، وواحد تاني اتجنن. قرروا يقفلوا الجناح بالكامل، والأغرب إن التمثال لسه موجود ومحدش قرب منه من ساعتها. آخر حاجة الكاميرا سجلتها إن التمثال لف وشه ناحية العدسة. يا ترى اللي حصل ده كان حقيقي ولا مجرد أسطورة من اللي بنسمعها؟ العلم لسه مش لاقي إجابة.